قل يا عبادي الذين أسرفوا ساروا طريقا طويلا في الذنوب، صغائر وكبائر وفواحش ومصائب، وكل ما هم في الحياة يبعدون عن الله، يبشرهم الله ويناديهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. في ذنوب كبيرة، في ذنوب ما حد يعلم عنها، فيه مصائب، فيه زنا، فيه سرقات، فيه لواط، فيه مخدرات، فيه لا تعدد. قال الله: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لماذا تيأس؟ كيف تيأس؟ خلق الله جل وعلا من الرحمة كما قلت 100 فأمسك 99 رحمة، بل ويخرج من النار قبضة من النار ويقول للجنة ولا أبالي، يدخلهم الجنة وقد استحقوا النار. ليسوا العصاة بل أقل من العصاة، من واسع رحمته جل وعلا، من واسع رحمته. ولذلك افتتح كتابه بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. لم يقل بسم الله القوي المنتقم، ولو قال فهي من صفاته جل وعلا. الرحمن الرحيم حتى لا تقنط، حتى لا تيأس، حتى تعلم أن العبودية لله مبناها الرحمة، مبناها الرحمة ليس العذاب. ولذلك إذا خوفك أحد حتى قنطت، هذا المخوف لك ليس داعية. الداعية يجب أن يحببك في الله، ثم يرغبك فيه، ثم يخوفك منه، حتى تجتمع أركان العبادة كلها في حياتك، حتى لا تهلك وحتى لا تقنط من رحمة الله جل وعلا. أحبابي، ما صور اليأس التي نراها في بعض حياتنا؟ من صور اليأس أيها الأحباب هو يأس أهل المعاصي. فيأتي الشيطان ويقول له: أذنبت أمس، تتوب اليوم، تسخر بربي أنت لا يصلح لك إلا النار، اسلك في هذا الطريق، أنت ما بوجهك جنة. وبعدين هذا رب، لاحظ، يعظم الله في قلبه، هذا رب تضحك عليه؟ أتسخر به؟ يا أخي بلى، أمس تشوف صور وتفعل الحرام، ثم اليوم تأتي إلينا ساجدا قانتا، ليه؟ هي لعبة، ثم بعدها تنتكس، وبعد يوم الأحد تعود. هذه لعبة، هذه ليست توبة. قل له: بل توبة إن كانت صادقة فهي توبة، لكن يقنطه من الرحمة. وإن بعض الجرائم اللي ارتكبت الآن، روج، شرب مخدرات، فلما قنط من رحمة الله أن يتوب عليه قال: أعطونا كل اللي موجود من المخدرات، أعطونا الخمرة والحشيشة والأفيون والحبوب، خلاص خربها كما قال، هي خربانة. بل بعضهم يقتل. أما رأيتم قصة صاحب 99 الذي قتل ثم قال للعابد: ولو أتى عالم لما قتله. أتى للعابد: هل لك توبة؟ قال: لا أجد لك توبة. قال: 99 مثل 100، بل رقم مميز 100، اقتله. فقتله وألحق بال99، خلاص. ولذلك ولأنه قانط يائس. فلما قال له العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ أنت ما أنت بتتوب لي، لست تتوب لي، تتوب لله. الله يرضي 100 الذين قتلهم ويعفو لربما عنهم، ويدخلهم الجنة لربما بعفوه، لإكرام هذا التائب الذي مات ولم يبلغ تلك الأرض. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم لتغيرت. يقول لي أب: سجن ابني 13 سنة، مجرم، كل الجرائم الأخلاقية والمخدرات والاعتداءات فعلها. دعوت عليه حتى قال لي داع: أما تدعو له؟ فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. قال لي: من الأبناء 9 هو عاشرهم. والله بعد أن ذاق الحلاوة الإيمان والهداية ابني بندر يوم من أيامه يسوى إخوانه 9 كلهم في العمر كله من بره. رده الله. لا تيأس، فإن قلب ابنك، قلب زوجتك، قلب شريكك، قلب مديرك، قلب كل قلوبهم بين إصبعين من أصابع الرحمن، متى شاء أن يقلبها على الهدى قلبها. فلا تقنط، وإياك أن تتألى على الله، فإن مما يحبط العمل أن يقول العبد: والله لا يغفر الله لفلان. احذر يا عبد الله،
هذه بيد الله وليس بيدك. بعد ذلك أيها الأحباب ننتقل وإياكم إلى آثار اليأس والقنوط. ما هو آثار اليأس في الحياة؟ إنسان يائس، ما تلاحظون أحبابي أن بعضنا حقيقة هو من الأخيار لكن يضحك بصعوبة، وإذا ضحك شمر وجهه وانقبض من جديد، ما يكون طلق الوجه، ليس منشرح الصدر. الحبيب في أحلك الظروف أنزل الله عليه: ألم نشرح لك صدرك، في مكة، أي قد شرحت لك صدرك. هذا استفهام تقريري. ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك. وهو لا زال يعذب أصحابه، وبعضهم في الحبشة، وبعضهم يقتل، وبعضهم على جذوع النخل، وبعضهم يحرق، ومع ذلك شرح الله له صدره في قمة الألم. بلال يجر على البطحاء، وخباب يكوى بالنار، ويعذب آل عمار، وتطعن سمية وتستشهد، والرسول مع هذه الآلام عليه الصلاة والسلام منشرح الصدر. كيف يا أحباب؟ مع الآلام ينشرح، لأنه واثق بالله، واثق في الله. ولو وثقنا في الله كما وثق في قمة الألم يتولد الأمل. وفي المحن التي تحرق تخرج المنح، لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معيته. أيضا ما هي الآثار؟ من آثارها وبسرعة أن الإنسان يتصف بصفات الضالين والكفار. أما يكفي هذا؟ متى يكون القنوط كفرا؟ إذا حال بينك وبين الطاعة. صل ما ترك الصلاة، مخدرات، إدمان، خلاص ما في فائدة، الدنيا مظلمة، يا أخي خلاص يمنعه من فيكفر. ويقول الله جل وعلا: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، كما قرأت ضالون. وإذن يجعلك ضال وقد يوصلك القنوط إلى الكفر، فاحذر. أيضا من آثار اليأس أنك تكذب الله ورسوله. الله يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وهو يقول: لا والله ما هي من فرجه. أحبابي، ولذلك قال العلماء: جعل الله يسرين يلاحقان عسر واحد. العسر معرف بأل، العسر الأول والعسر الثاني هو بنوع واحد، لكن عندما نكر الله اليسر فقال يسرا، فإن مع العسر يسرا، يسر بجميع أجزاء اليسر تلم شعث العسر، فسيكون بعد العسر يسرا.